تقدم بالمناسبة تشكيلته المثالية اللي يضم الثنائي سيبي بدراء طارق التايب، فإن الجماهير الأحمر والأبيض اللي تحولت بأعداد كبيرة للمنزه كان هدفها، وإضافة لتشجيع فريقها بالطبيعة، الوقوف عن قرب عن إمكانيات طارق التايب. ومن البداية أثبت طارق التايب وبالملموس الإمكانيات الفنية والزاد الكروي الكبير اللي يتمتع به. تمريرة أولى إلى فوزي الرويسي اللي يسقط داخل منطقة 18 متر والحكم يعتبره تمويه. لقطة فنية ثانية من نفس اللاعب يضع بها جمال أرحومة وجه لوجه مع الحارس حمد الزوابي، وفرصة افتتاح النتيجة الضيعة على الإفريقي. كرة ثالثة وديما من أقدام التايب ما يستغلهاش فوزي الرويسي. المقابلة أصبحت في اتجاه واحد تقريبا رغم التمريرات اللي كانت تخرج محسوبة من أقدام طارق التايب، لكن لا جمال أرحومة ولا مهدي بن سليمان تمكنوا من إيجاد حل. نخلي التركيز شويه، ضيعنا بعض الفرص جانب المرمى، وان شاء الله من الشوط الثاني معنا من تعليمات المدرب ان شاء الله نضغطوا على الفريق خارج جرجيس، وان شاء الله نمركوا من اقل فرصه نمركوا بونت ان شاء الله. وبعد التمرير حاول طارق التايب التصويب ومحمد الزوابي حاضر للتصدي. بعد التوزيعه ما لقاش فوزي الرويسي صعوبه في وضع عبد الله يقاي في موقع سهل لمغالطه محمد الزوابي وافتتاح النتيجه. بعدها جمال أرحومة وبكيفية فاجأة الجميع من مضاعف النتيجة. ينتهي اللقاء على نتيجة أكد من خلالها الإفريقي أنه يعرف ينتصر وأيضا يصنع الفرجة بقيادة صانع ألعابه الجديد طارق التايب.